فانتزي، اهم فيديو ليك في الجولة الاولى. هتتفرج على الفيديو ده وتخش تعمل تشكيلتك. فما تنساش الماتش بتاع ليفربول وبورموس هيكون يوم الجمعة الساعة 10، والديلاين هيكون الساعة 9. فما تنساش انت تخش تعمل تشكيلتك قبل الديلاين. ففي الفيديو ده انا هستعرض لك ايه اقوى الماتشات دي ومين اهم لعيبه فيها، وهقول لك في اخر الفيديو مين الكابتن المجنون ومين الكابتن ديفرنشال ومين الكابتن المضمون. فما تبخلش علينا بلايك ويلا بينا. اهم لاعبين من ماتش ليفربول وبورموس، اول لاعب انت لازم تجيبه من ليفربول هو محمد صلاح. ولو عايزه حد ديفرنشال ممكن يكون جاكبو، عنده ساعات مساحات بتوفر له وكده. ممكن تجيب كمان ايكيتيكي او فيرتز. بس ده اللي انا شايفه بصراحه ممكن تجيبه من ليفربول. ولو عايز تجيب فربرونج هاته برضو خيار ب6 كويس جدا. فلو عايز بقى تجيب حد ديفرنشال من بورموس فعليك وعلى سيمينيو، هو نجمهم اصلا لما مشى كل النجوم هو الوحيد دايما قلب بقى وهو نجمهم. وانا بصراحه بتوقع الماتش ده يميل الى فوز ليفربول. وهو بصراحه انا حاسه هيبقى ماتش ممكن ليفربول يسجل فيه اهداف كتير. ونيجي على الماتش التاني، ماتش نيوكاسل واستون فيلا. اهم اللاعبين من نيوكاسل هم يعني ايزاك مش هيلعب الماتش ده، وانا حاسس ان هم هيضعفوا بصراحه. فانا بتوقع اللي ممكن يعمل حاجه هو ممكن يكون إيلانجا هو الصفقه الجديده، هو الوحيد ممكن يعمل خطوره عندهم. واللاعب تاني ممكن يكون ميرفي يعني، بس انا مش متوقع لو يعمل حاجه قوي، بس هو تاني افضل لاعب عندهم. وافضل لاعبين من استون فيلا هم واتكنز راس الحرب. ولو عايز تجيب لاعب كمان ديفرنشال فروح هات روجرز. وانا بتوقع الماتش ده بصراحه مش هيحصل فيه كلين شيت، وانت بصراحه لازم تجيب واتكنز او روجرز. وانا بتوقع استون فيلا هيكسب. والماتش الثالث هيكون ماتش فولهام وبرايتون. الماتش ده حلو جدا عشان لو جبت منه لاعب ديفرنشال وتألق ممكن يعليك في ترتيب. واهم اللاعبين من فولهام اول حاجه في الهجوم، اهم لاعب عندهم هو راؤول خيمينيز، هو مهاجم كمان وهو ب6.5 فممكن يعمل حاجه. لو عايز تجيب حد منهم في الوسط فلازم تجيب ويلسون ده لاعب رخيص جدا وتألق في البري سيزون وعمل اداء كويس جدا. ولو عايز تجيب حد دفاع منهم فهاد باسي المدافع الاسمراني. المدافع ده على فكرة كويس جدا وب4.5 ودي حاجة كويسة جدا. ولو عايز تجيب لاعب من برايتون فانت عليك وعلى ميتوما، او لو عايز تجيب لاعب كمان فهو راوتر. انا شايف دول اهم الاسماء، وانا بصراحة بتوقع الماتش ده يخلص بس ما فيش كلين شيت، وانا بتوقع فولهام هيكسب. الماتش الرابع هو هيكون ماتش ساندرلاند وويست هام. الماتش ده هيكون على فكرة كويس جدا عشان انت لو جبت بوين وكابتنته فممكن يعليك في الرانك جامد جدا. فاهم اللاعبين من ويست هام اهم لاعب اكيد هو بوين، ده اكيد يعني اهم لاعب. وتاني لاعب هو فولكروج. لو عايز بقى لاعب ديفرنشال جامد فانت روح هات لوكاس باكيتا. لو عايز كمان لاعب ديفرنشال اسطوري فعليك وعلى ديوف اللاعب اللي لسه جاي لهم حديثا. هو اللاعب ده على فكره بيلعب زي وان بيساكا بالظبط الجناح الطاير، وانا شايف دول اسماء مهمين جدا ونستاهل. فلو عايز بقى تجيب الريسك وتجيب لاعب من ساندرلاند فعليك وعلى ادنجرا. وانا متوقع الويست هام يكسب بس مش بالكلين شيت، وانا حاسس ان ممكن ساندرلاند يخطفوا جون، وانا بصراحه بتوقع ويست هام هيكسب. والماتش الخامس المهم جدا هو هيكون ماتش توتنهام ضد بيرلي. انا بقول الماتش ده هيكون ليه لعيبه جامده جدا، يعني عندك فرص تجيب لعيبه من توتنهام جامده. واول لاعب لازم تجيبه من توتنهام هو قدوس الاكيد اقوى لاعب عندهم في الهجوم ب6.5 ورخيص. ولو بقى عايز مدافع جامد فعليك وعلى روميرو. ولو عايز تجيب مدافع كمان فممكن تجيب فان ديفان. يعني بصراحه هما الاثنين دول الثنائيه دي كويسه جدا، وكمان بيدرو بورو كويس جدا. فلو عايز بقى تجيب لاعب سوبر ديفرنشال من توتنهام وزي ماتش بيرلي ده فعليك وعلى النجم ريتشارلسون. هو بدأ اساسي في ماتش بتاع باريس وتوتنهام ولعب ماتش كويس جدا، وانا بقول هو بصراحه ممكن يجي فرقتك. وانت لو عايز تجيب حد من بيرلي وده حاجه يعني مستحيله فممكن تجيب حنبل
المجري، اللاعب اللي كان بيلعب في اليونايتد وراح بيرلي. انا شايف ده ممكن يكون اخطر لاعب عندهم، فانا بتوقع توتنهام هيكسب بتحقيق الكلينشي. فنيجي على ماتش السيتي وولفز، الماتش السادس. الماتش ده هيكون كويس جدا، الماتش هيكون الساعة 6:30. فأكيد أهم الخيارات ليك من مانشستر سيتي أكيد البعبع النرويجي إيرلينج هالاند لازم يكون في فرقتك. أكيد هالاند يعني هو هيطلع في الماتش ده بهاتريك أو جونين أو جون. وتاني لاعب ديفرنشال من السيتي ب5:30 هو رايندرز. أنا شايف دول أفضل خيارين من مانشستر سيتي علشان الروتيشن بتاع جوارديولا. وفي خط الدفاع لو عايز تجيب حد فعليك وعلى الريان ايت-نوري. انا شايف دول افضل 3 خيارات في السيتي، دول اللي ضامنين التشكيله الاساسيه علشان الروتيشن بتاع جوارديولا. فلو عايز تجيب حد في الويلفز يقعد معاك في الجولات الجايه وكمان الجوله دي فعليك وعلى ارياس اللاعب اللي لسه جاي من فلومنيسي ب5:30. انا شايف هو اخطر لاعب عندهم، والماتش ده انا حاسه هيخلص بنتيجه كبيره للسيتي وبتحقيق الكلينشي. ونيجي للماتش السابع، ماتش تشيلسي وكريستال بالاس. انا حاسس بصراحه ان الماتش ده هيكون فيه مفاجآت كبيره، واول عناصر من تشيلسي لازم تجيبها هي بالمر واهم حد عندهم وجواو بيدرو. ولو عايز تجيب حد من كريستال بالاس فلازم تجيب صار يا اما ماتيتا. انا شايف دول افضل خيارين عندهم. فتوقعي للمباراه اتوقع فوز كريستال بالاس بالمفاجاه بصراحه، بس مش بتحقيق الكلينشيت. فانت بصراحة لازم تجيب صار او ماتيتا. ونيجي الماتش برينفورد ونوتنجهام فورست. اهم لاعبين من برينفورد انا شايف لما اهم لاعب عندهم هو المهاجم تياجو، هو ده تقريبا اهم لاعب عندهم. ولو عايز تجيب حد من نوتنجهام فورست فعليك وعلى كريس وود المهاجم اكيد يعني اللي لعب الموسم اللي فات كويس جدا. ولو عايز تجيب لاعب خط نص رخيص فعليك وعلى جيبس وايت. جيبس وايت ده لاعب على فكره جامد جدا، وانا اتوقع الماتش ده مش هيخلص بيه كلين شيت، واتوقع فوز نوتنجهام. ونيجي للماتش الناري هو ماتش مانشستر يونايتد ضد ارسنال. الماتش ده هيكون ديربي جامد جدا، وانا بصراحه بتوقع لو هيكون فيه مفاجاه، وانا بتوقع مانشستر يونايتد هيكسب. واهم لاعبين من مانشستر يونايتد هو سيسكو اكيد اللاعب اللي لسه جاي حديثا. انا شايف ده اهم لاعب عندهم. وتاني لاعب لازم تجيبه هو برونو فرنانديز. انا شايف ده لازم تجيب حد يا برونو يا سيسكو. ولو عايز تجيب حد من ارسنال فاكيد لازم تجيب جيو كيرس او ساكا. وانا بتوقع الماتش ده مانشستر يونايتد هيكسب فيه بس مش بالكلين شيت. وختاما للجولة المثيرة دي ماتش ايفرتون ويلدز. الماتش ده على فكرة هيكون فيه اسماء جامدة جدا هتتألق، واهم لاعب عندهم اكيد لو عايز تجيب في حارس هيكون بيكفورد ممكن يطلع بكلين شيت زي ماتش سهل زي ده. وكمان لو عايز تجيب مدافع كمان هو تروفسكي اللاعب ب5:30، وانا حاسس هو بصراحة ممكن يطلع في كورنر ويجيب جون او حاجة. ولو عايز تجيب لاعب وسط هيكون ندي احسن لاعب عندهم ب6:30. انا حاسس الماتش ده هيخلص ليه فوز ايفرتون وبتحقيق الكلين شيت. وبقى على زي ما وعدتكم هنقول افضل الكباتن المضمونين. افضل الكباتن المضمونين هو محمد صلاح وبوين وساكا، ودول افضل الكباتن المضمونين. ولو عايز بقى الكباتن الريسك ممكن تكابتن لوكاس باكيتا او جونسون او قدوس. والكابتن بقى المفاجأة للحلقة دي هو ريتشارلسون الكابتن المفاجأة. لو نزل اساسي هتكون حاجة كويسة جدا، وده الكابتن المفاجأة. وما تنساش بقى تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس، وتقدير تعبنا ده اعمل لايك. سلام.